هذه واحد القصة عاودها ليا واحد السيد كيبني خدام في القبص. قال لي واحد المرة جاه مارشي في واحد المدينة قديمة وكان خاصو يسكن تما هو والدراري اللي خدامين معاه باش يربحوا الوقت. كراو واحد الدار قديمة بزاف، الثمن ديالها كيشكك حيت رخيص، ولكن هما قالوا مع راسهم هانية احنا رجال وعامرين ما عندنا مناش نخافوا. الدار كانت كبيرة، بيوتها عاليين والحيط ديالها بارد وفيه واحد الريحة غريبة بحال الغمال. اول ليلة الدراري نعسوا بعد التمارة ديال النهار. سعيد اللي هو المعلم بقى فايق كيشرب اتاي وسط الدار. شويه بدا كيسمع صوت الخبيط جاي من البيت اللي في السطح، خبيط خفيف بحال شي حد كينجر الخشب. سعيد طلع يشوف، لقى السطح خاوي والباب ديال البيت مسدود بالساروت. قال مع راسو يمكن غير الطبات ولا البرد. رجع نعس، ولكن الوقيته اللي غمض فيها عينو سمع الضحك ديال دري صغير جاي من تحت السرير ديالو هو. قال والله وتيقني. نضت، شعلت الضو، قلبت تحت السرير ما كاين والو، ولكن الصدمه هي فاش الصبابط ديالي لقيتهم ماشي كيف حطيتهم، كانوا مقادين. وقال لك لقاهم مشتتين وكل فرده في قنت وبحال الا فيهم اثار ديال الرمله ديال البحر وفازكه. يومين من بعد واحد من الدراري اللي خدامين معاه فاق وسط الليل كيشهق وقال ليهم شفت واحد الراجل قصير لابس حوايج بالين وقف عليا وما عندوش العينين وبدا كيهمس ليا في ودني. خويو هاد الدار قبل ما ندفنكم كاملين. سعيد ما بغاش يثيق، ولكن اللي وقع في الليلة الثالثة هو اللي خلاه يهرب. فاش كانوا مجموعين كياكلوا سمعوا صوت دقان في الباب ديال الزنقة، دقان بالجهد وبحال الا شي حد باغي يهرس الباب. خرج سعيد يشوف من الشرجم، ما لقى حتى واحد في الزنقة، ولكن فاش رجع لوسط الدار لقى الطبسيل ديال الماكله مقلوب كله في الارض، والدراري اللي معاه واقفين مسمرين وكيشوفوا في الحيط اللي كانت مكتوبه فيه وبالفاخر. خرجوا هزوا حوايجهم في ديك الليله وهربوا. فاش سولوا الجيران الغد ليه قالوا ليهم هذيك الدار كانت ديال واحد الراجل كان كيحفر على الكنوز ومات تما وبقى بوحدو شهور حتى تحلل، ومن تما الدار كيطراو فيها حوايج ما كيتفهموش. هذه هي القصه وهذا الشيء اللي طرا.